ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في الحلقة دي بقى هنكمل سوا شرح ازاي ان احنا نشتغل على السبيد والريفرس جوه الادوبي بريمير، ونقدر ان احنا نعمل كده بالكي فريمز بحيث ان يبقى في انسيابية بين مشاهد السرعة والبطء بدون ما نستخدم قطات كتير ويطلع شكلها احترافي. فخلينا نشوف بقى هنعمل كده ازاي. طبعا احنا عندنا المشروع اللي كنا عاملينه اخر مرة، نبتدي ان احنا بس نفتحه. تمام، وهنا بيقول لي ان في جهاز سماعة كانت موجودة وانفصلت او حاجة زي كده، فهخش اقول له لا السماعه دي مش موجوده، خلاص اختار لي السماعه دي اللي انا هعتمد عليها دلوقتي. تمام، اوكي ماشي. احنا دلوقتي اخترنا الفيديو هنشتغل عليه ده، هناخده على التايم لاين وهنعمل كده زوم هنا، كبر شويه. كل اللي احنا محتاجين نعمله عشان نبتدي نشتغل على كي فريمز كده نضيفه وشكلها واضح معانا، فطبعا اللي احنا عارفينه ان احنا بنيجي هنا ونشتغل على الكي فريمز من المنطقه دي. بس في السبيد والتايم مابنج بالذات انا بفضل ان احنا نشتغل من هنا كده، كليك يمين على الكليب بتاعنا ونبتدي ان احنا ندخل على شو كليب كي فريمز. لو هي مش ظاهره عندك فانت هتلاقيها في الاخر خالص، وبعد كده تخش على تايم مابنج وتخش على سبيد. فايه اللي حصل كده ان انا قلت له ان انت شكل الكليب بتاعي من بره يبقى عارض لي الكي فريمز بتاعت او الخط بتاع السرعه اللي هو بتاع السبيد والتايم مابنج عامه. فانا من هنا كده ممكن حتى اكبر دي شويه كمان وابتدي اشتغل على ان انا احط كي فريمز بس من المنطقه دي كده وانا عيني شايفه المشهد اللي انا شغال عليه. فمن هنا كده هبتدي مثلا ان انا هنا احط مثلا نقطه وبعدها كمان نقطة، وأنا عايز بين المشهدين دول مثلا أقلل السرعة اللي هيمشي بيها. اللي أنا عملته دلوقتي ده هو يعني يعتبر إيه، إن أنا نفس اللي أنا عملته في الحلقة اللي فاتت، طول ما أنا ما روحتش للحتة بتاعت إن أنا أفتح شوية الترانزيشن ده كده أو الانسيابية دي أو النقلة دي. تمام، فاللي أنا عملته دلوقتي إن هو هنا يمشي بسرعة معينة، هيبتدي سرعة تتباطأ مع مرور الزمن كده كام ثانية دول لحد ما توصل للبطء ده، وبعد كده تبتدي تتسارع تاني لحد ما توصل للمشهد ده. فده بقى اللي بيعمل الانسيابية من حركة إيدي مثلا كده سريعة وهنا بطيئة وهنا سريعة تاني، غير مثلا ما تكون سريعة بطئت مرة واحدة وبعد كده كملت بسرعة تاني. فكرة الانسيابية والتنقل بين السرعة والبطء هي دي الحتة اللي بتدي أكتر احترافية في أي حاجة أنت عايز تعمل لها كي فريمنج أو تحريك بشكل لذيذ كده ويطلع شكله محترم. فخلينا نشغل كده الفيديو، فيبتدي إن هو يتباطأ وبعد كده يسرع واحدة واحدة. ممكن نوسع حتى الترانزيشن ده كده شوية ونسرع الحتة دي شوية، خليها مثلا كده. وممكن حتى بعد ما كان بطيء مثلا يبقى أسرع من الأول بكتير، فنرفع دي شوية كمان. فهو دلوقتي يمشي بسرعة طبيعية وبعد كده يبطأ وبعد كده يقوم مسرع جدا. ممكن حتى نيجي في الآخر هنا نقوم ضاغطين كمان نقطة، طبعا بضغط كنترول علشان أعمل النقط دي، بضغط كنترول وبعد كده الماوس بيتحول معايا للشكل اللي هو فيه علامة زائد جنب الماوس، ابتدي اضغط على الشاشة على الحتة اللي انا عايز احط فيها كي فريم ويبتدي ان هو ايه يعمل لي الشكل ده. ممكن اعمل كنترول زد واشيلها كده. مثلا في الاخر عايز ان هو يبطأ تاني وبرضه نعمل الترانزيشن ده كده. فاللي هيحصل معايا هنا المفروض، خلينا كده نكبر الشاشة دي عشان نشوف ان هو هيبقى كده ويبطأ وبعد كده يبتدي يسرع وبعد كده يجي قبل الاخر ويبطأ تاني. وده اللي انا عايزك تفهمه دلوقتي وتبتدي تطبق عليه. بس ان انت تاخد فيديو مشهد حاجه بتتحرك هتبتدي تسرع وتبطأ بدون ولا قطايه. في نقطه بقى هنا لازم نركز فيها، في شويه معادلات كده يعني بنركز فيها في الحته دي. مثلا انا عندي كده هنا الفيديو ده متصور على كام فريم، خلينا نخش على الميتا داتا ونشوف بتاعته 60 فريم. تمام، 60 فريم حاجه و30 فريم او 30 فريم لو انا مثلا نزلت ل 50% سرعه. تمام، لان مثلا انا دلوقتي هنا على كام ده، على 42، ممكن مثلا اخليها 50. فخلينا نشوف المشهد على 50 إلى حدٍ ما تمام مقبول. هانزل عن 50 مثلًا فيبقى شغال في فريمات أقل من 30 في مشهد أصلًا متحرك مش أحسن حاجة. برضه كل كليب متصور على عدد فريمات معينة ممكن أخش على جوجل أسيرش أنا مثلًا مصور فيديو 120 فريم فمعايا قد إيه في البطء، مثلًا لو عايز أبطأ الفيديو معايا مساحة قد إيه. مثلًا 30 فريم معايا مساحة قد إيه إن أنا أبطأ، ده بيبقى صعب جدًا. مثلًا 60 فريم فبيديني مساحة شوية عن ال30. فأنا عدد الفريمات أو الثواني اللي أنا مصور بيها، يعني من الآخر الفيديو متصور بكام صورة في الثانية، اللي هو الFPS الفريمات، ده اللي بيساعدني إن أنا أبني عليه أنا قد إيه هاقدر معايا مساحة إن أنا أبطأ في الفيديو ده. طيب لو أنا معايا مثلًا فيديو هو فريمات مثلًا زي ما إحنا قلنا آخرنا هنا مثلًا 50 عشان ده يبقى إيه شغال كده على 30 فريم. لو نزلت عن ال50 وابتدي أحس إن إيه المشهد بتاعي بيقطّع كده، في حل نقدر نعمله هنا.
وهو بس إن أنا هاضغط كليك يمين وأفعّل حاجة اسمها optical flow على هنا الtime. تمام، الoption ده كده وآجي على optical flow. هتلاقوا طبعًا الtimeline بتاعي كلّه بقى لونه أحمر، لإن ده يعني بينعّم الفريمات بينها وبين بعض وكده. فأنا ممكن أضغط enter، أستنى يحمّل الtimeline بتاعي يتحوّل من الأحمر للأخضر، فيبقى أسهل وسلس وأسرع. فابتدي ييجي على المشهد هتلاحظوا إن بدل ما كان بيقطّع لأ، البرنامج ضاف فريمات من عنده، بحيث إن هو يعالج لي حركة البطء اللي أنا عملتها، حتى لو الكاميرا مصوّرة على فريمات أو أنا عايز أبطّأ بفريمات أكتر شوية من التصوير بيسمح لي بيه. طبعًا زي ما قُلنا نعرف منين التصوير بيسمح لي ببطء قد إيه، عن طريق عدد الفريمات اللي متصوّر بيه. وعشان كده إحنا لمّا بنيجي نصوّر مثلًا فيديوهات اليوتيوب بالكاميرا مثلًا، أنا مصوّر دلوقتي على 25 فريم. ليه؟ لإن أنا قاعد مش باتحرّك ومش محتاج إن أنا أبطّأ حاجة. مثلًا لو هاصوّر حاجة على حد بيتحرّك مثلًا، عايز أصوّر حاجة فيها حركة، فأنا يستحسن إن أنا أطلع ل50، 60، 120 مثلًا فريم، على حسب نوع الكاميرا بتدّيك أحسن فريمات إيه تقدر تستخدمها على حسب الmood التصوير اللي أنت بتشتغل عليه. وطبعًا ده بيرجع لنا إحنا تاني في المونتاج، إن إحنا بنركّز على عدد الفريمات ده لو أنا عايز أعمل مثلًا مشهد فيه انتقالة كده ببطء زي اللي إحنا لسه عاملينه ده، أو مثلًا لأ، في مشاهد لو أنا قاعد باتكلم قدّام الكاميرا فأنا مش محتاج أبطّأ، فهيبقى أحسن لي عدد الفريمات القليل في إن هو بيدّيني إيه، تفاصيل أكتر. فدلوقتي هاشغّل الفيديو هتلاحظوا إن هو كان ماشي طبيعي وبعد كده بطيء وبعد كده سرّع حبّة حلوين وبعد كده جه هنا إيه، بطء تاني. والبطء اللي هنا والبطء اللي هنا الاتنين كانوا صراحة ناعمين جدًا في الحركة. تمام، فدي كده كل حاجة تخُص الspeed. طبعًا الreverse كنا اتكلمنا عنه، كل اللي أنا هاعمله بس إن أنا أعمل control R وأنا محدد الكليب اللي عايز أعمل له reverse واشغّل زرار الreverse واضغط تمام كده، هيقول لي تاني إن أنت محتاج تضغط enter عشان الكليب بقى لونه أحمر. فهيرندر الحاجات دي كلها ويبتدي يعرض لي الفيديو بنفس كل اللي أنا عملته بس معكوس. فطبعًا أنا ممكن أستغل حاجة زي كده مثلًا، إن هو بعد ما المشهد خلص كده أقوم عامل له منه نسخة كمان أخلّيها بعده وأخلّيها معكوسة، فيبان إن أنت بعد ما رُحت من المكان ده للمكان ده، رجعت تاني كده للمكان الأولاني زي ما هو قدّامنا بنفس السرعة وبنفس الحركة. بس كده، هنا تكون انتهت الحلقة دي، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات سيبها تحت في الكومنتات، أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.